رأي حضرتك طبعا النهايه ايه؟ نهاية الله ينور يا شيخ الصراحة. تمام، يعني تنصح الناس بيه؟ بنصح الناس بيه والله، وبنصح يعني أي حد بيفهم في الزراعة ما يتعبش دماغه في حاجات كتيرة يعني. وتاني حاجة برضه سعر الجلاكس روتس مش عالي تمام. بالنسبة للأسعار في التنافسية في السوق. هو يعتبر من المتوسط أو حتى من أرخص الأنواع. انت كده بتحط لتر الفدان صح؟ بحط لتر الفدان أيوه. تمام. وخلي بالك أنا يعني أنا مقارنة ما بين بعض التسميدات التانية. لو عاوز أحط هيومك وفلفك وحديد ومغنيسيوم، ما دي خلطة التنشيط برضه، اه. بحسبها تلاقيها معدية مثلا رقم للفدان. وبرضه مش هتديك كمان في التزهير والعقد. الله يرضى عليك. هتشتغل في الجدر بس، الله يرضى ده عليك. يشتغل معاك الجذر ومعاك تشغيل اه عقد وتزهير. ده اللي هو ده طبعا. انت في ماده الاندول تنشيط جذور، وده في طبعا المواد اللي هي الثانيه اللي هي الفيتامينات الثانيه اللي بتساعد على بتساعد على على العقد كمان والتزهير. انت خدت الفكره بقى وطبقتها عندك في الارض، فما شاء الله تبارك الله يعني. انا اول ما انت قلت جايب عقد في الخيار، وتجيب عقد برضه في الشمال. هو بصراحه فرق في الخيار كمان وفي الكوسه، جايب نتائج بصراحه ما شاء الله يعني مبهره. ان شاء الله النهارده هنتابع مع الحاج محمد مركب الجلاكس روتس كمركب لزياده التجزير وزياده العقد في شمام. اهلا بحضرتك يا حاج محمد. اهلا وسهلا بك حاج. ربنا ييسر لك خير ويعينك ان شاء الله. طب احكي لنا طبعا انت عملت ايه في الارض هنا في جلاكس روتس، اتعاملت ازاي وعملت كام تسميده، فرق معاك في ايه، في النمو الخضري ولا في التفريع ولا في العقد؟ طبعا انت اكتر واحد هتعرف تقول النتيجه ازاي كويس يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا جلاكس روتس بنتعامل فيه في الاول كنا تنشيط جذور. تمام. بس اكتشفنا بعدين ان الجلاكسي يعني سبب اكيد برضه معاك في العقد. بدل ما نسمد حاجات تانية مثلا ملهاش لازمه يعني نقول اسمائها دلوقتي. تمام، لا ماشي، خلينا في الجلاكسي. ففي الجلاكسي والله بسم الله ما شاء الله يعني حاجه حلوه خالص. طب انت هنا اتعاملت كم مره هنا في الارض؟ انا اتعاملت 3. اول مره يعتبر بعد اول مره بعد معالج ملوحه. تمام. زرعنا مثلا ندي معالج ملوحه، بعد معالج ملوحه ايه منص الجذور. تمام. او عفان جذور منص الجذور زي كده. تمام. بعد كده يعني كل مثلا 20 يوم 25 يوم بدي حقنه. ما شاء الله، يعني انت كده كل مثلا 20 يوم بس انا اديت حقنه في اول بدايه العقد. اول ما بدات اهول الشمام تمام. اديت حقنه. كنت انا عامل فيديو وبعته لك. تمام. ودي يعتبر قبل يعني بعديها ب 10 ايام قلت هحقن الحقنه الثانيه في الفيديو، حتى مأكد انا هحقن الحقنه الثانيه. تمام. وحقنت الحقنه الثانيه بالصلاه على النبي. انت يعني ممكن ايه بعد شويه تبص طب ننزل بقى نشوف على الارض، نبدا كده بسم الله ونشوف. دول هناك ما شاء الله بصوا العقد ما شاء الله تبارك الله. هو كده بقى له كام يوم يا حاج محمد؟ العقد ده زرع شمام كده. الشمام ده احنا زارعينه يوم. حجم الثمره قد كف الايد. ما شاء الله. طبعا احنا لسه اصلا شايلين البلاستيك هنا اصلا اهو. احنا لسه فاكرين البلاستيك مثلا بقالنا بتاع 10 ايام، مش كتير. فما شاء الله العقد عندنا، فما شاء الله يعني عندنا كميه العقد ما شاء الله. بص زي صغير وكبير. يعني هو لسه في تسلسل في العقد اصلا، مش سايب حاجه. ما شاء الله. بص دي هنا ازاي. طبعا يا جماعه ده شمام مخطط، ده بيطلع مخطط يعني مش شمام املس. بيقولوا عليه شرنتيه. اللي هو الطيب بتاعه الشرنتيه. اسمه في السوق يعني العموم بتاعه. ما شاء الله. حلو كده احنا سحبنا 3 تسميدات صح؟ ما شاء الله العقد اللهم بارك يعني. حتى الحجم الثمره ما شاء الله كويس. نيجي على الخط الثاني هناك. بص احنا ما قلبناش اصلا. نيجي برضو الناحيه الثانيه هنا. عادي في الخط. احنا برضو هنا اهو عشان برضو يبقى الارض كلها واحد، ما نقيناش حتت معينه. بص تعالى يا محمود. هنا بص هنا برضو العقد هنا لسه صغير اهو. اوكي. وهنا برضو اهي. بص جوه ما شاء الله يعني هو جوه وبره في الاطراف. بص ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. تعال بص هنا. ما شاء الله تبارك الله. معلش حاجه ممكن بس ترفع لي الكاميرا الشاشه دي كده. ابقى ارفع على الناس. ما شاء الله تبارك الله. بصوا يا جماعه ما شاء الله الحاويات حاجه ترضي الله بصراحه ما شاء الله يعني. طبعا انت اول مره السنه دي تاخد بالك منه وتشتغل بيه في كف العقد صح؟ انت من ساعه ما نزلت الفيديو بتاع الخيار الصراحه
دخل في دماغ الفكره، خلي بالك. صح كده. قول عنه للناس بس انت ايه. نشوف الاول عندنا في الارض فكان نبدا نقول للناس عليه يعني. انت عاوز اخليه بس انا عدي الناحيه ده، عدي الناحيه ده. ما شاء الله. بص هنا كده. حب صغير وحب كبير، حاجه ما شاء الله. قدام كده برضه بس انا بقى مش يعني دي مش حته معينه مثلا نزلنا فيها، خلي بالك. احنا ما نقيناش والله. احنا ايه دخلنا في الحته دي، احنا بنلف في الارض ما شاء الله يعني. بس برضه دي الناحيه اللي في العكس اللي جوه داخل بلاستيك. اللي هي اللي تحت البلاستيك اصلا، اللي كان متداري تحت البلاستيك. بص ازاي اهو. بص. ودايما اللي تيجي تحت البلاستيك اصلا ما بتجيش يعني، او عدد فيها بيبقى عدد قليل خالص. بتبقى مكتومه في وطبعا لسه الشمام جاي يعني، هو لسه بيجيب كمان عقد. لسه التفريع معانا شغال برضه لسه وبيجيب. بص تعالى اهو. بص تعالى. دي برضه هنا جزء من ناحيه البلاستيك. ناحيه البلاستيك طبعا اهو منك اهو. والعاده دايما تحت البلاستيك بيبقى جاي متاخر، ده غير اللي في الاول. يعني احنا الناحيه دكه الحبه تبعها كبير كله. صح. دي جاي ايه في الدور الثاني ده. برضه على الخط الثالث اهو. بصوا ما شاء الله تبارك الله على العقد. ما شاء الله تبارك الله. ولسه برضه النبات مكمل ما شاء الله. بص الحلويات جدا جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوف دول ما شاء الله. كمل شفتوا بقى الحلويات؟ كمل تعالى. ما شاء الله تبارك الله. كمل. ما شاء الله. كالعادة طبعا الحاج محمد من الناس طبعا المزارعين الاقوياء جدا بصراحة، في اي حاجة يحطوا ايديهم فيها ما شاء الله بيبدع يعني. يعني معاك مستقبل ما شاء الله جدر وشغال معاك على نمو خضر فوق. ان شاء الله. ربنا ييسر خير يا حاج محمد ويعينك ويسد عليك. بس انا اعوض يا رب ان شاء الله. شكرا يا حاج محمد وربنا يجزيك خير ان شاء الله. جزاك الله خير.